السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هتكلم عن الخمار وايه هي قصتي مع الخمار وازاي لبسته، وكمان عن نوع القماش وطريقة لفة الخمار. طبعا هعملها لكم في اخر الفيديو لاني عادة مش بلبس الخمار الفرنسي ده، وهقول لكم برده ليه انا مش بفضله. وبس خليكم معايا في الفيديو ده. اول حاجه هتكلم عنها وهي قصتي مع الخمار. انا طبعا في الاول ما كنتش لابسه خمار ولا كنت حابه بلبس واسع، كنت بلبس عادي بناطيل بحجه ان انا يعني جسمي صغير ويعني رفيعه وكده، والى الان برضو كده. فيعني عادي البناطيل كده مش هتبين جسمك، البسي حتى حاجه اوفر سايز وكده. اوفر سايز يعني مش هيبين جسمك خالص. كنت بالبسها بحجه كده، بس بعد كده قلت لا، انا عايزه البس حاجه ساتره اكتر ما تبينش تفاصيل جسمي. مهما كان برضو ممكن مثلا اجيب في مره بنطلون يكون ضيق شويه، او يعني الشيطان بقى ياخدك بخطوات كده علشان توصلي للنتيجه النهائيه ان انت تلبسي برضو ضيق او تلبسي حاجه بلوزه قصيره وهكذا. فقررت ان انا عايزه البس يعني كان من اول العيد الصغير في ثالثه اعدادي. قررت ان انا خلاص انا عايزه البس جيب بس. وساعتها كنت جبت بنطلون للعيد. وبعد ما القرار كان خلاص كبر جدا في دماغي، قلت خلاص انا مش هلبس البنطلون ده، رغم ان هو كان جديد لحد دلوقتي موجود اصلا ما لبستوش خالص. وجبت جيبه بداله، وقررت ان انا اول يوم العيد انزل بالجيبه والبلوزه وكده. وكان يا جماعه جسمي صغير جدا، واللي هو لا ده واسع جدا عليكي، طب البسي حاجه يعني مناسبه لسنك انت لسه صغيره وما اعرفش ايه. وقررت خلاص، هو قرار واحد انا مش هلبس بناطيل تاني. وبعد كده بقى بدات ان انا جبت كمان دريسين على الجيبه والبلوزه دي، وبدات اغير فيهم على طول. واي بلوزه عندي بقى اللي كنت بلبسهم على البناطيل احاول انسقها على الجيبه ديت، وما عدتش بلبس بناطيل تاني خالص، خلاص قرار نهائي. واستمر كده لحد اولى ثانوي. ما كنتش اعرف حاجات قوي عن الخمار. كل معلوماتي عن الخمار هو الستات الكبار عارفين الخمار اللي هو بيبقى قطعه واحده بيلبسوه على طول ده. يعني خمار الستات الكبار قوي يعني، فهو ده اللي انا كنت اعرفه عن الخمار. بس ما كنتش بحط ميك اب اصلا خالص وانا صغيره وكده، ما كانش عندي اصلا. وكنت مستنيه بقى، يعني كنت فاكره ان هو فتره الجامعه ديت، عشان كنت اشوف برضو بنات في الجامعه قصادي وكده، يعني في الدروس مثلا بيجوا يسلموا على المدرسين وكده. هم دول كانوا بيجوا مدرسين حاطين ميك اب، فول ميك اب حرفيا يعني من الجامعه كده. فكانت كل فكرتي ان انا هحط ميك اب لما اروح للجامعه، ولما اروح للجامعه بقى خلاص بقى. وان انا اصلا قناه اليوتيوب كنت بقول ان انا برضو هعملها علشان احط ميك اب واعلم الناس ازاي يحطوا ميك اب والكلام ده كله لما اكبر، يعني فاهمين. فسبحان الله الطريق اتغير تماما يعني. ولكن الحمد لله يعني انا ما كنتش اعرف اي حاجه عن الخمار زي ما قلت لكم. جت بقى الكورونا والكلام ده، وبدانا نعرف النت اكتر وندخل عليه اكتر وكده. وبدات اشوف ابتسام القاضي. ساعتها انا اغرمت الصراحه بطريقه لبسها وبشياكتها، وكمان اللبس واسع وكده. انا كنت مرتاحه جدا في اللبس الواسع قوي يعني عن اللبس الضيق. فبالنسبه لي كان لبسها مريح جدا للعين بالنسبه لي، ومريح كمان ان انا حاسه ان هي مرتاحه، فاهميني. قررت في اولى ثانوي انا نفسي البس الخمار. بس طبعا الموضوع انا ما اعرفش البس خمار اصلا اجيبه منين، ما اعرفش اي حاجه حرفيا هشتريه منين ولا هعمل ايه. فكل الحكايه ان انا كنت بجيب الطرحه العاديه والبسها على شكل خمار، المهم ان هي تكون ساتره، واي لبس عندي ضيق ما عدتش بلبسه خالص. بقيت البس بس اللبس اللي هو واسع يعني من ناحيه الصدر وكده، والبس الطرحه بشكل ايه، بشكل خمار. ده اللي استمرت عليه. وسنه اولى ثانوي دي كمان كانت اختي راحت الجامعه، فواحده صاحبتها كانت مختمره جابت لها الخمار بتاعها عشان تجربه منها، عجبها جدا. وراحت جابت خمارات وكده، ومن هنا عرفت اصلا ازاي اجيب خمار وكده. وراحت جابت خمارات ولبست الخمار. طب انا ليه ما لبستش ساعتها الخمار؟ لان منا لما كانت بتيجي تلبس الخمار كانت الاول بتكويه على الاقل، يعني بتقعد ربع ساعه في المرحله دي، وبعد كده بتقعد تلبسه في حوالي ربع ساعه زيهم، بتقعد على الاقل نص ساعه بتلبس الخمار. وده بالنسبه لي انا كنت يعني بقى في ثانويه عامه وكده، واللي هو لأ أنا عايزة أستغل الوقت كويس. وحتى يعني في أولى وتانية ثانوي ما كنتش اللي هو بقى الوقت أوي يعني وكده، ومدققة أوي على حتة الوقت وكده. لكن اللي هو ما أنتِ اللي هو بالبس عادي، ما أنا بالبس واسع أهوّة، أو إن أنا بالبس الطرحة. بس الفكرة كانت في دماغي برضه. بس جيت تانية ثانوي يعني حصلت بقى شوية ظروف في البيت وكده، ما كانش دماغي أوي إن أنا هالبس إيه أو أعمل إيه، بس كنت باذاكر وباحاول إن أنا أعمل اللي عليَّ وخلاص. جت تالتة ثانوي، وفي تالتة ثانوي خلاص الفكرة حرفيًا مش راضية تطلع من دماغي، أنا عايزة ألبس الخمار، يعني أنا عايزة ألبس الخمار. وكانت منى جابت يعني خمارات أكتر، فأقدر إن أنا أبدِّل معاها. قررت إن أنا ألبس الخمار. طبعًا ماما اللي هو أنتِ شايفة أختِك بتلبس الخمار في نُص ساعة على الأقل، طب أنتِ مثلًا في ثانوية عامة. طبعًا ماما ما كانش عندها أي اعتراض، يعني لأ استني بس أولى جامعة علشان ما تضيّعيش وقتِك في لبس الخمار وأنتِ في ثانوية عامة وكده. ويعني هاقعد نُص ساعة على الأقل بالبس فيه غير اللبس العادي، غير بقى تحضيرات الدرس. يعني هتضيّعوا وقت كتير وكده في اللبس. ساعتها أنا
كنت زعلانة جدًا، واللي هو عايزة أشوف أي طريقة ألبس الخمار بسرعة. فأول حاجة كانت بتقابلني حتّة مشكلة الكَوي، فكنت باعمل فيها إيه، أنا ما كنتش باكوي الخمارات، أنا كنت بس لمّا باجي أغسلها باقوم عارفين اللي هو بانطرها جامد كده، أنفّضها جامد قبل ما أنشرها، كانت حتى لمّا بتنشف كإنها مكوية. فدي كان أول حل بالنسبة لي. تاني حل إن أنا بدأت أتدرّب كتير جدًا على لافة الخمار قبل ما أبدأ أطلع بيه، لحد ما اللفة بقت بتاخد معايا أقل من 5 دقايق حرفيًا. وسبحان الله حرفيًا يا جماعة لمّا بتفكّروا في طريق والطريق ده يعني بيودّي لطاعة ربنا، ربنا بيسهّله عليكم جدًا. فكل المشكلة معايا كانت في حتّة الوقت، أولًا الكَوي ما عدتش باكويه، تاني حاجة حتّة إن أنا بقى ألبسه في وقت طويل، لأ أنا خلاص بقيت بالبسه حرفيًا بسرعة جدًا، وهاوريكم دلوقتي هالِف معاكم في أقل من دقيقة. بس، فبعد كده الموضوع وريت لماما طب بُصّي أنا باكويه بُصّي طب عدّي لي دلوقتي الساعة أهيّة مش هيعدّي 5 دقايق غير وأنا لابساه. وفعلًا لقيت إني خلاص لبسته بسرعة وشكله حلو. فخلاص قالت لي طب ماشي خلاص البسيه وكده. الأعجب بالنسبة لي هو رَد فعل الناس على الخمار. طبعًا في ناس من أصحابي أصلًا ما لاحظتش إن أنا لبست الخمار، لإني كنت بالبس الطرحة زي ما قُلت لكم على شكل خمار، فبيقولوا لي لمّا أصلًا بالنسبة لي الاهتمام ما بيطلبش، بس أنا كنت باقول لهم أنتم مش ملاحظين إن أنا لبست الخمار؟ فكانوا بيقولوا لي أنتِ أصلًا ما أنتِ لابسة الخمار، هو أنتِ يعني أنتِ أصلًا كده لابسة خمار، فما كانوش ملاحظين أصلًا إن أنا لبست خمار وكده. وفي ناس أعجبت بيه جدًا وقالوا لي أنتِ شكلِك جميل ولأ ما كبّركيش بالعكس شكله جميل جدًا. وفي ناس تانية طبعًا قالت لي إيه ده مكبّرِك، أنتِ مكبّرة نفسِك ليه، طب البسي براحتك وما أعرفش إيه. استمريت على كده بقى خلال رحلة الثانوية العامة كلّها، ولحد دلوقتي الحمد لله من 1/9 دلوقتي إحنا برضه في شهر 9، فبقى لي دلوقتي سنتين بالخمار الحمد لله، وربنا يثبّتنا يا رب كلّنا ويرزقكم كلّكم يا رب بالخمار. فأول حاجة استفدتها هي إنكم ما تأخروش الخطوة ديّة، ولو الخطوة دي غصب عنكم هتأخروها فاعملوا خطوة مشابهة ليها زي ما قُلت لكم إن أنا كنت بالبس طرحة على شكل خمار وكنت باختار الطرح الطويلة طبعًا. عادي جدًا إن إحنا نعمل exception أو إن إحنا نستثني حاجات من اللي إحنا بنلبسها بس لإنها مش مناسبة لللبس اللي يرضي ربنا. أنا عارفة إن الخمار مش يعني الشكل اللي أنا لابساه ده أو الشكل اللي أنا هالبسه في آخر الحلقة مش هو الشكل اللي ربنا فرضه علينا، ومش هو الشكل يعني اللي هو لازم تلبسيه عشان الخمار وكده. بس مشكلتي مع الطرحة يعني في حاجات كتيرة جدًا. أولًا إن أنا مش باشوف بنت لابسة طرحة غير ولازم مثلًا في المواصلات أو يعني خلال اليوم بيبان مثلًا جزء من الصدر أو جزء من ورا من الرقبة من ورا. غير كده الطرح اللي هي الكريب وكده مع البندانة السوري، ساعات مثلًا الطرحة بتبقى هنا لحد البندانة، فمن أول هنا بيبقى كده شفاف، غير البنات أصلًا اللي بيبين رقبتها بالطرحة. فمعايا مشاكل كتير جدًا مع الطرح اللي هي الكريب العادية أو حتّة فكرة الطرحة يعني من غير ما نلبس خمار. فبالنسبة لي ما كنتش باحب الطرحة عشان كده. في ناس برضه بتلبس الخمار وبيحدد أكتر منطقة الصدر أكتر من إن هو يعني بيسترها المفروض. في ناس بجد بتبقى لابسة الخمار وبيبقى محدد أكتر، بيبقوا لابسينه على لبس ضيق فبالتالي بيبقى محدد المكان أكتر. فبالنسبة لي إنِّك تلبسي خمار فده معناه إن أنتِ هتشوفي اللبس اللي عندِك في الدولاب، في لبس لازم هتستبعديه أو من غير الخمار حتى أنتِ أصلًا في لبس لازم هتستبعديه، لأن اللبس ده خلاص ما عادش يناسب الحجاب الشرعي اللي ربنا أمرنا بيه. فدي أول حاجة، إن إحنا نخبّي كل مناطق العورة وهي طبعًا جميع البدن ما عدا الوجه والكفين. بقى أورّيكم أنواع الخمارات والأقمشة بتاعتها. أول خمار هاتكلم عنه وهو الخمار اللي أنا لابساه ده الخمار الفرنسي. الخمار الفرنسي من الخمارات اللي سريعة جدًا، جدًا في اللبس، يعني سهلة جدًا وسريعة، ولكن مشكلتها معايا مشكلتين. أول حاجة إن هي لو شوية هوا حرفيًا بالاقيها كده يعني بتبقى منفوخة كده زي البالونة، يعني دي مشكلة كبيرة معايا لإنها برضه ممكن تترفع كده من ورا فتبين الشعر بكل سهولة. كمان إن هي بتبين جزء كبير من المكان ده والمكان ده، فساعات شعري بيطلع من هنا، فمش باحب كده خالص، خصوصًا لو بقت بالشكل ده فباحس إن هي يعني شكلها مش حلو خالص. باحب أعملها كده، وكده اللبس واسع. ده بالنسبة للخمارات الفرنسية. هاوريكم بقى الخمار التاني وهو الخمار الكريب. آخر حاجة عايزة أقولها لكم إن هي ميزتها إن القماش بتاعها مش شفاف خالص، يعني هي القماشة بتاعتها زي قماش اللبس اللي إحنا بنلبسه عادي، فهي مش شفافة. لكن الخمار الكريب بقى بيبقى حلو جدًا، ولكن بيعتمد على اللفة اللي أنتِ يعني بتعمليها إن هي ما يطلعهاش شفاف خالص. وكمان ميزته معايا إن هو عملي جدًا، مش بيترفع، لإن يعني اللفة اللي أنا باعملها برضه بتبقى كويسة وبتبقى ثابتة معايا طول اليوم، خصوصًا إن أنا ممكن أقضي معظم اليوم برّه، فبتقضّي معايا اليوم كلّه وفي نفس الوقت ثابتة جدًا عملية جدًا معايا. ده كان جاي مع الطقم بتاعه،
اعتقد ان هو بره بيتباع ب250 اغلى من الخمار ده. الخمار ده كان ب100 ودلوقتي بقى ب140، اعتقد دلوقتي ب150. فده كنت جايباه ب140. عباره عن خمار ماليزي كريب متر ونص في متر ونص، 3 دوران وواحده مثلث. بجيبه من مكان في طنطا في شارع البورصه، والمكان ده بيبقى فيه اقمشه كتير، يعني من تقريبا اسمه عم سعيد تقريبا، يعني اسمه كده. فانا بيبقى فيه اقمشه كتير بكل الالوان، فانا بختار درجه اللون اللي انا عايزاها، وبقول لهم ان انا عايزاه خمار متر ونص في متر ونص ب 3 دوران وواحده مثلث. وهو بيعملوا بقى، بيقطع القماش ويعملوا ويسرفلوا وبعد كده يديهولي. فده بيبقى عباره عن تفصيل قدامي. كنت بشتري برضو خمارات جاهزه، بس نزلت معايا التفصيل ده ان انا بيبقى قدامي القماشات كلها، فبختار درجه اللون اللي انا عايزاها بالظبط. فدي ميزتها معايا. لكن المحلات اللي هنا مش بتقدم كل درجات الالوان اللي انا عايزاها يعني في الخمار الجاهز بس. تمام، تعالوا بقى يلا نشوف اللفه اللي انا بعملها وبتبقى ثابته معايا جدا خلال الكليه. انا صراحه ما جربتش يعني اي لفات تانية، لان اي لفه تانية بجربها حرفيا، واجربها يعني شويه كده في البيت عشان اشوفها هتبقى كويسه ولا لا، بس مش بتثبت معايا خالص ومش بتبقى ساتره كويس زي اللفه دي. فبالنسبه لي اللفه دي هي اللفه اللي انا مستمره عليها بقالي سنتين مش بعمل غيرها. فتعالوا يلا نشوفها. بالنسبه لتطبيق الخمار، انا اتعودت ان انا يعني اعمله بايدي كده وانا واقفه، يعني ده هتتعودوا عليه مع الوقت. بس في الاول كنت عادي بفرده على السرير، وبعد كده احط كل طرفين قصاد بعض كده مع بعض، فاهمني؟ فده بالنسبه للتطبيق عشان في ناس سالتني عليه. تمام، وبعد كده لما بحطه على راسي الحته اللي هي بتبقى يعني ساتره اكتر هي اللي بتبقى فوق، فاهمني؟ هتشوفوها دلوقتي واوضحها وانا بوريه لكم. شايفين من الجنب كده الحته اللي ساتره اكتر هي اللي فوق. وحاجة من الحاجات اللي ساعدتني احافظ على الخمار ولما اجي البسه مرة تانية يكون شكله منظم وما يكرمش من اللبس وكده، ان انا مش باجي من الدروس او اجي من بره او اقوم رمياه كده وخلاص. لا، انا بقوم مطبقاه، مش حتى بطبقه واحطه في الدولاب، لا انا يعني بنفس الطريقه اللي انا بطبقه بيها كده على وضعه، واقوم حاطاه على الشماعه. وكل الخمارات بتاعتي عموما بحطها في الشماعه واحطها في الدولاب، بجد بتحافظ عليها لاطول فتره ممكنه بالشكل ده. البندانه دي هي بتبقى ناشفه كده من هنا، اظن معروفه جدا، وبتتربط من ورا. تمام، ومهم برضو ان احنا نعرف شكل الخمار المناسب لوشنا. يعني ممكن الخمار ده يكون هو المناسب لوشك، ممكن اللفه اللي هي بتعتمد على البندانه السوري هوريها لكم برضو هي اللي تبقى مناسبه لوشك. فمهم جدا تعرفي ايه اللفه المناسبه لوشك، مش لازم تعملي اللفه اللي انا بعملها، المهم تكون اللفه دي مناسبه لوشك وبرضو ثابته معاكي طول اليوم، وده هتعرفيه من خلال التجربه. تاني حاجه هحتاجها وهي دبوسين، سواء دبوسين اللي هو رفيع ده، ودبوسين مشبك علشان بحتاجهم خلال اللف. اول حاجه بلبس البندانه زي ما انتم شايفين كده، وبحاول اظبطها على شكل وشي. مهم جدا يعني اختيار البندانه ديت بالذات، عشان انا حرفيا انا بقعد ادور عليها كتير جدا، يعني كتير جدا على بندانات اللي هي النوع ده، مش كلها بتبقى مناسبه للوش، فاهمني؟ فمهم ان وانتي هناك تحاولي تجربي شكل بندانه لحد ما تلاقي حاجه مناسبه على وشك، عشان مش كلهم الصراحه بيكونوا كويسين، وفي حاجات كتير رميتها لانها ما كانتش مناسبه. تمام، فده اهو شكل البندانه ظبطته الاول على وشي، وبعد كده هحط الخمار. تمام، الخمار طبعا بعمله على شكل مثلث، يعني بفرده كده على السرير وبعمله على شكل مثلث كده اهو. وبعد ما عملته على شكل مثلث هحط الاتنين قصاد بعض كده. حرفيا انتي بعد ما بتتعودي خلاص انتي تلقائيا مش هتقعدي تقيسي بقى قصاد بعض ولا يعني الاتنين قد بعض ولا لا، بتكون ايدك اتعودت على انك تعمليها بالشكل الصح. تمام، بعد كده بحطه هنا على، يعني بحطه كده على حافة البندانة، و يعني ممكن ارجعه شوية كده وهو هيظبط لوحده. وبعد كده انا بحب احط الدبوس، وبعد كده اقعد اظبط بقى الحتة دي براحتي. تمام اهو، احط الدبوس كده بس كده. طبعا الحتتين دول قد بعض، بقوم حاطه دي كده على ما احط الدبوس هنا. بحط الدبوس التاني ما هو ناحية الظهر، يعني شايفين الفستان بيبقى فيه الخط الفاصل ده، نحطه وراه مش قدامه. يعني التركه ديت يعني عرفتها مع الوقت كده، بتخلي شكله ارتب بكتير يعني. بس خلاص كده عملت الحته دي. الحته دي بقى هي اللي تخلينا نخبي منطقه اسفل الذقن كويس. تمام، انا هعملها كده. انا مش هحب اخليها كده، يعني كده الصراحه بتبقى شكلها غريب شويه، فانا هعملها كده كده اهو.
شايفين مش مبينه اي حاجه خالص. انا طبعا علشان لابساه على خمار تاني فالدنيا ازمه شويه، بس بعد ما هوريهولكوا لوحده بجد بيبقى شكله جميل جدا اهو زي ما انتم شايفين كده. شكله جميل جدا وساتر وزي الفل بجد. وهي بس شكله زي ما انتم شايفين كده طويل من هنا، احنا ممكن نطوله كده. انا بالنسبه لي صراحه ساعات بعمله كده، بس مشكلته معايا لما بعمله كده انه بيبقى محدد منطقه الصدر، فبحب ان انا اكشكشه شويه بحيث ان هو يبقى من هنا مش مبين قوي المنطقه دي، فاهمني؟ وبس شكله من ورا بيبقى برده طويل جدا. الفستان ده اصلا واسع جدا ومش لابساه بحزام، فبس كده هوريكم. بس هو شكله بيبقى كده واسع جدا وجميل تمام. وبس مهم برضو ان احنا نختار الالوان المناسبه لبشرتنا، وهي الالوان اللي انت بتلبسي طرح بيها دلوقتي هاتي بيها خمارات بحيث ان انت تكوني اختصرتي على نفسك. انا يعني حرفيا جبت الوان كتير بس مش كل الالوان بتليق على بشرتي، فبلبس منها مثلا لونين 3، وغالبا اللون البيج هو اللون اللي بكرره على كل اللبس بتاعي لانه بيليق حرفيا على كل اللبس. فبحب اللون البيج واللون الاسود واللون ده برضو بحبه جدا او البينك. فانا بجيب الالوان اللي انا اصلا كنت بلبسها في الطرح، فبالتالي بتليق جدا على اللون بتاع بشرتي. ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل فيديو جديد، ومع السلامه.